كل الأهلاوية متفائلين بمباراة النهارده وبيقول لك مباراة سهلة والفوز فيها سهل، والمشكلة إن أنا بخاف من المباريات اللي بيبقى الفوز فيها سهل، وإن الأهلاوية واثقين في الفوز، لأن مباراة النهارده مباراة صعبة جدا جدا جدا. هتقول لي حرس الحدود اللي لسه طالع من الدرجة التانية مباراة صعبة؟ هقول لك لأن حرس الحدود زي ما أنت شايف قدامك كده ترتيبه في الدوري المصري الترتيب السادس بعد البنك الأهلي وبعد المصري، يعني عامل مباريات عالمية مع الكابتن محمد يوسف، والكابتن محمد يوسف عامل أداء عالمي مع فرقة حرس الحدود. واللي هيصعب المباراة أكتر وأكتر إن الكابتن محمد يوسف وحرس الحدود عايز يفوز مباراة من المباراتين اللي باقيين له في الدور الأول عشان يبقى في الدوري المصري، لأن لو فاز مباراة هيبقى من أفضل 9 في الدوري المصري، فساعتها مش هينافس على الهبوط، هينافس على الدوري المصري، فيبقى ضامن إن هو في الدوري المصري. هي دي النقطة اللي هتصعب المباراة، فمش عايز أي أهلاوي أو أي لاعب من الفريق يتفائل بالفوز، لأن لما بنتفائل بالفوز وبنضمن النتيجة بنشوف أداء زي الزفت وبنتعادل او بنخسر. فربنا يستر من مباراة النهارده لانها مباراة صعبة، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب وفرحنا. بس كده، يلا سلام.